الله أوقاتكم أينما كنتم. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، وفيديو اليوم فلوج رقم 5. مرحبا بكم، ما حبيتش نطول عليكم بزاف ورجعت لكم من كل شوية ولميتهم لكم في شوية وجبتهم لكم في فلوج جديد. هذا الفلوج متنوع، فيه نشاط، فيه حيوية، فيه وصفة، فيه مشتريات وكامل اللي تحبوا عليه. انا ندير لكم حاجة ما تحبوهاش، باينة بلي ندير لكم غير اللي تحبوه وغير اللي يعجبكم والمميز معانا بكل بساطة. نبداوها بالروتين المسائي. وصفة اليوم مميزة سهلة ماهلة. هذه كنا في أيام امتحانات اللي كنا في الضغوطات، درنا جراتان خفيف، والجراتان مميز ونحتاجوه لبغات في رمضان. يعني هذا الجراتان يندار في وقلة عمقلة فوالا، يندار في وقفة. كما تشوفوا بطاطا مقلية اللي فخيت، يعني لازم حاجة مقلية مع هنايا سكالوب مرحي. بصراحة بما أنه كنا في أيامات الامتحانات باينة بلي نشري سكالوب مرحي ما حاش نرحيه، رانا نديرو غير الحاجة يعني اللي تندار ليه وتكون سريعة وما تحتاج منا وقفة كبيرة. على بها كان الجراتا هو الخيار الصح. ومن طون هاد الجراتا يعني تاكلوه ساندويشات، تاكلوه كاسكروتات، في الخبز السوري، في الخبز البانيني، في الخبز الفرنسي، في الخبز العربي، يعني في اللي تحبوا عليه. هنا راني نتبل في الدجاج توابل كيما تحبوا. انا درت هنايا توم تخيلي درت توم برك وملحت. اصلا هي كان فيها معدنوس، اللي يحب يحط البصل اللي يحط البصل. بصح انا اختر ما قلت لكم كنت مزروبه ما حطيتش البصل. وفي نفس المقله راني راح ندير البشاميل. واش حطيت ملعقه تاع زبده وملعقه تاع فرينه، ومادامها ملعقه واحده تاع فرينه فاكيد راح نحط كاس حليب. يعني انا حطيته عيني ميزاني بصح هو كاس حليب، ما نزيدو لا نقصو. الا حابين نديروها شغل مايها سايله معليش زيدو. يعني هذه حاجه زيدوا ما تخافوش، اصلا حنايا طبخنا كامل. تزيد الحاجه تحطها تجي مليحه، تنقص الحاجه تحطها تجي مليحه. سورتو في البرد والشتا ما تقدبوش على بعضكم، ناكلو باسكو البرد يوكل هكا. مع الاطفال مهما درتي لهم مغريات ما يحبوش ياكلوا. المهم نرجعوا للوصفه. الوصفه هنايا راني وجدت على جهه وبجهه وجدت الجبن اختياري، حطوا واش تحبوا اللي يعني عندكم. انا هنا كان عندي جبن المربعات والموتزاريلا اللي نحبها ونموت عليها، وتزيد النص حقيقه في الجراتا واش يحطوهم على الاخر. شتو يعني كي فضيت وبدات تختل وطفيت عليها، حطيت الجبن وحاولت نحرك هكا ندوبهم على مهل هما يدوبوا في الحراره. احسن من تحطوهم على الاول تروح بنتهم وما تستافدوا منهم والو. العكس الموتزاريلا كي تحط على الاخر يولي يتلكع. هنا الى عندكم لا بغات دوك الشرائح تاع الساندويشات حطوهم يمدوا تعليكه هايله. انا ما كانش عندي هنا تحضير يعني تاع الوصفه. نحطوا البطاطا، زدنا عليها الدجاج، وراح نغطيوها بالبشاميل. فوالا شفتي لا صوص كيف جات خاطر الله الله. والفراميج يعني هذا جراتا مفرمج 100%. ومغذي او ميم طون مشبع. فوالا نحطو اللي في المقله قد لحسوها مليح ما تقولوش على جالكم التصوير ما لاحظتهاش مليح، لا حاستها من وراني. تخموش شي ما يبقى عادي. هنايا نبشر لها الجبن. ديروا جبن اللي تحبوا، ديروا شيدر، ديروا غريير، يعني حاجه بين الجراتان. كل ما تحط له انواع الجبن تزيد بن تاعو. اصلا الجراتا مسميتو جراتا باسكو يتجراتينا ويحب تفرميش. يكذب عليك اللي يقولك ما يحبش تفرميش. انا هنا حطيت شويه غريير وزدت لها شويه موتزاريلا، وانا من محبين الموتزاريلا، نموت عليه. هذا الجبن الطبيعي من اكثر الاجبان الطبيعيه والمفيده والصحيه. فوالا. وهنا بعد ما دخلناها للفرن، شوفوا كي دخلوها للفرن ما تزيدوا لهاش على 20 دقيقه،
يعني 15 من تحت و5 دقائق من الفوق. اكثر من 20 دقيقه ما تزيدولهاش تشيح وما تجيكش بنينه، وهي بنتها كامله يعني في السريده تاعها باش نكونوا صريحين. هكا تجيكم مشخشخه منعنعه مفرمجه وكما يحب الخاطر. تاني معلومه، تقدروا في بلاصه الدجاج المفروم ديروا تونه، ديروا واش يعطوا فيونداشي، ديروا لبغات الوصفه اللي شفتوها اللي فاتت دجاج باني تجي هايله. اصلا في المطاعم يبيعوها بالدجاج باني ويسموه كراتا بوتين ومشهور. لبغات تشوفوا في اليوتيوب في جميع المنصات وصفات عديده ويجي هايل. وديروه ساندويش هكا لولادكم منعنع الله الله. يعني ساعه كامل نحب نقلشوا وليداتنا ونوليو فاست فود في الدار، نديروا لهم الاكلات السريعه كامل اللي يسخفوا عليهم. وهذا هو احد الساندويشات اللي يتباع من برا في بلاصه ما خامج وبنين، ديروه بنين ونظيف اخوتي هكا كنصيحه. وهذا من اسهل 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 لي غراتا اللي يعني تقدروا تعتمدوا عليهم لبغات في رمضان، وهكا ترافقوه مع شوربه مع حساء. وهذه اللي الشوربه اللي بدا ياكل فيها الزوج ما قدرش يصبر. هي شوربة اليقطين ان شاء الله راح نديرها معاكم عن قريب، خاطر ما جد صحية جد مفيدة وبنتها بنة ما نقولكمش، بنة خرافية بنينة بنينة بنينة. وانا نروح الروتين. خليتي وانتما الزرزيق وتعنجيق والتنظيف واللي نحي على القلب، يعني بين بعد ما كلينا وخمجت لازم نستيكي ولا ميعنات سورتو في الليل. كما قلت لكم انا كي تكون العين نحط لافيسيل، وكي تكون ما كاش العين نشيل لها من ناحيه مكه الخماج ونحطهم بجهه هكا باش نحافظ عليهم، نحافظ على الاواني تاعي. واش حبيت نقول لكم نشيل لهم يعني تشليله خفيفه. نحبك غير الحاجه اللي تكون لازم تتعبك، يعني اللي على بالي فيها ما تنحاش من لافيسيل. ولافيسيل تاعي من اخر مره يعني فريمون ما عمليش واش ضربها في راسها، عاد تقفز في الوقت مع في اعدادات مع. المهم ملي بدت لها الغسول تاعها راهي تاعي اللي ما قبلتش شويه شكشكت. الغسول راح نوريه لكم بعد قليل في المشتريات. المهم هنا حبيت نشارك معكم روتيني في غسل الأواني. وبعد ما لمينا لمعا أكيد لازم نغسلو البوتاجي. وهنايا وانا ندير في المونتاج تولات باللي خيالي جميل راهو واضح كوضوح الشمس، مع انه يبان خيال عباس ماشي خيال مينا، ما عرفش شكون عباس هذا، بصح معليش قلنا نغطيوه للسترة يا جماعه، للسترة استروا ما شفتوا منا. اي نعم. وقلت لكم هكا نعقب عليه تعقيبه خفيفه باش نحافظ عليه، مع انه دار لعلمكم هذه دار كريه والبوتاجي مستعمل من قبلي، بصح لازم نحافظوا عليها مام الى ما هيش دارنا، هي امانه واجب علينا نحافظوا عليها ونحافظوا على نظافتها. مع انه العين مصدة مسكينة ماكلة يعني ما نحكي لكمش، بس لا بأس احنا المهم تاعنا ننظفوا ما خليوش خماجنا، هذا هو المهم. ديروا الواجب تاعنا على قد ما نقدروا، وهكا ولموا شويه نقاو لما نرجعوا مين جاو هاد الماعن يا خوتي ما على باليش مين يجيو، يعني الدار اللي فيها العائله هذه هي. ونروحوا للمشتريات. وانا حبيت نفرح بنوتي اللي كانت مريضه مسكينه هنايا، الحمد لله راهي برات دركا وهي برات، وادم رجع مريض يعني من بعد الامتحانات. عقبنا يعني ويكند مرضي هايل مني ودي وجيب. هنا شريت لها لابوبو، ايوا لابوبو اللي كنت كونتر نشريها وما حبيتش نشريها لشحال مي خلاص وصلت لنقطة ضعفي، يعني كانت مريضة وكانت تقول لي يا ماما شريها لي، وانا سخفت على لابوبو. وصحابتي في لاكريش عندهم لابوبو، هيا قلت نحيا انا ما دخلنيش لبغات ما نحبش انا هاد لازغوغو. هنايا حبيت نوريكم بلي راهي حاطه الفاني خير مني. وفي التيكيتا شفتيو ديك التيكيتا تاعها والله لا كاتبين مونستر غوله
لا زغوغو والله لا غولة. بس على بالكم في الحقيقة وفي الواقع هنا قاعدة تقول لي شري لي لورانج ما تشبعش. بتاعي هكا كامل دراري ما يشبعوش. استغفر الله يا ربي والله نسيت واش هنقول. المهم هادي لازغوغو تاع بنتي وما كذبتش كي سميتها لازغوغو، بصح في الواقع راهي كيوت والله. لا راهي كيوت يعني موفا كي نشوفها انا نقول واش عجبهم فيها هاد الغولة فريمون كيوت. وانا مشتريات التنظيف. هذا هو الغسول اللي شريته جديد وقيتو ماركة جديدة مدير بالكربونات والخل. حقيقة كي نحل لافيسيل منشمش الريحة هذيك اللي موفا نشم هذيك الفايحة. نشم ريحة تاع بين الكربونات والخل ولما راني يخرجوا نضاف. بصح انا لافيسيل تاعي خلاص ديريغلات. هذا يكون اللي ما نقدرش نستغنى عليه واللي نقدر نديرله يعني اعلان يعني بدون دفع واللي يعني نموت عليه ونستعملوا فيه كلش ما فيهش ريحه طبيعي وينظف ويبرق وكله. وبريلكس راح نبدل لوشا مع اني من محبي لوشا بصح لقيته اوكازيون برومو وقلت نديه. معليش لبغات هو هايل بريلكس وكنت نستعمله لمدة كبيرة ومن بعدها رجعت نستعمل لوشا وما قدرتش نتخلى عليه. هذا الميكسر اللي قلت لكم في الفيديو السابق بلي انا شريت ميكسر جديد. الميكسر هذا اللي شريته جديد ما هوش غالي بالعكس راهو سعره يعني اللي تحب تشري ميكسر رخيص هذا ميكسر رخيص يعني شيتو ب230 ألف. كيما تشوفوا كامل بلاستيك في بلاستيك فيه 2 سرعات. كي يعود بلاستيك في بلاستيك يعني كي تستعملوه للحساء لازم يكون الحساء تاعكم قفلتيو عليه مده. انا نتمنى وندعي من ربي انه يحكم لي على الاقل نعقب به رمضان على الاقل باسكو اللي قبله شريته غالي فريمون وسد لي بضحكه. نقول لكم كيف فسد لي خليوها لربي. المهم ان شاء الله عن قريب نقالوا تيت جديده اللي فسد لي. بصح هذا بو ديباناج يعني شريته لازم ضروري في الشتاء لازم كم ميكسر يعني مهما هربتي منه ترجع له. وحتى لرمضان راهو ضروري جدا سورتو بالنسبه لي انا باسكو نحب لا سوب لبغات في رمضان. وهنا شريت تاني الملاعق والسيدة الملاعق يعني انا ما ظهرت لكمش في الفايونس شويه وظهرت لكم في الملعقه وصارت لي حديثه وليد يعني شويه وشفتوني في الملعقه. وهادو 2 ملاعق تاع الحطب. انا المغارف تاع الحطب ما عرف واش بهم يدخلوا لي تحت لاكويزينيير يهربوا مني. وتعرفوا بلي الحطب اكثر حاجه تهز الجراثيم على بها رميتهم هادوك وشريت ملعقتين جداد وهادو يكفيوني يعقبوا معايا وقت. وكانوا بعض المشتريات اللي منها متاع رمضان واللي اغلبيتها متاع الايام العاديه ما شاء الله. وفي الفيديو وما حسيتش نقول لكم ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس. معني نقول لكم غير مع السلامه ونتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله.